النائب محمد جبريل. شكرا معالي الرئيس. بتوجه بالشكر للجنة المشتركة بقيادة النائب المحترم وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات. بتوجه بالشكر إلى وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على كل ما يبذل في قطاع النقل والمواصلات في كل ربوع جمهورية مصر العربية. بحييه على الجهد والمشروعات التنموية الكبيرة اللي بتتم في الموانئ المصرية من جرجوب لإسكندرية. الحقيقة النهاردة واحنا قدام اتفاقية ما بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، اولا لتنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الانفاق. الخط دوت اللي بيربط من اكتوبر لحد محطة العاصمة، وهيربط الخط الاول والثاني. حاجة مهمة جدا تنفيذها. قرض بحيي فيه المفاوض المصري في ان هو اولا قرض ميسر نسبة الفايدة 75% فترة سماح 10 سنوات، مدة سداد 30 سنة. امر يعني بحيي فيه فعلا المفاوض. الحاجه المهمه جدا ان هو هيخف من على شبكه الطرق الكتير، هيوفر الكتير من الوقود اللي بيستخدم في المركبات وفي العربيات الخاصه. اهم شيء وهو ان الدراسات الخاصه بالقرض بتقول ان اجمالي العوائد الاقتصاديه الغير مباشره هتغطي تكلفه المشروع، وده الحاجه المهمه جدا. مشروع بيخدم قطاع السياحه لان هو كمان بيعدي على عدد من المزارات السياحيه. الحقيقه انا بوافق على الاتفاقيه، وبوجه كلمه بس للفريق كامل الوزير. احنا عندنا في بشاير الخير محتاجين كوبري مشاه، لان تكرار حوادث الموت على هذا الطريق عند بشاير الخير الاباري، وان شاء الله احنا هنتقدم بطلب رسمي تاني عشان اروح حفاظا على. شكرا يا سعاده النائب.